قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. الفيلم بيبدأ وإليوت كينتنر ده واحد عنده حساسية على طول، واخد بنته المراهقة ريدلي اللي شكلها كده متبهدلة ومش طايقة نفسها، ورايحين على بيت رئيس إليوت واحد اسمه أوديل ليوبولد وعيلته. في السكة بقى إليوت يخبط وحيد قرن صغير بالعربية بالغلط، ينزل من العربية، وريدلي تروح ناحية وحيد القرن اللي قرنه فجأة بدأ ينور. أول ما ريدلي تلمس القرن تلاقي نفسها في عالم تاني خالص، تشوف حاجات ما تتصدقش، وفجأة إليوت يظهر ويضرب المخلوق بالشاكوش بتاع العربية عشان يخلص عليه. يوصلوا بيت عيلة ليوبولد، يقابلوا أوديل اللي على فراش الموت خلاص، ومراته بليندا وابنهم شيبارد. ده إليوت بيحاول يعمل أي صفقة مع أوديل عشان يستفيد. ريدلي زعلانة قوي من خبطة وحيد القرن دي. فجأة العربية بتاعتهم تلاقيها بتتهز جامد، والكل اللي في البيت يلاحظوا ده، يخرجوا يتفاجئوا إن وحيد القرن لسه عايش ومخرم العربية، لحد ما المساعدة بتاعت عيلة ليوبولد دي، واحدة اسمها شو، تطلع وتفجر دماغه. الناس دي كلها تتفرج على وحيد القرن، ويلاحظوا إن أول مرة اتصاب فيها دمه وقع على إليوت وريدلي. تتصدق بقى يا معلم؟ حب الشباب بتاع ريدلي اختفى، وحساسية إليوت كمان راحت، وعيلة ليوبولد ميتوصوش يجيبوا الفريق العلمية بتاعهم بقيادة الدكتور سونج والدكتورة المساعدة عشان يدرسوا وحيد القرن ده ويطلعوا دمه وعينات من قرنه للبحث والتطوير عشان يلاقوا علاج لأمراض زي السرطان. إليوت شغال مع أوديل قريب قوي، وريدلي متضايقة قوي من اللي بيعمل فيه المخلوق ده. أوديل ياخد عينة من القرن ويخف بسرعة من مرضه. في نفس الوقت شيبارد ده تلاقيه بيستنشق شوية من القرن كأنه بيشم بودرة، ويبدأ يحس بارتباط غريب مع وحيد القرن، بالظبط زي ما ريدلي حست بارتباطها بوحيد القرن الميت لما لمست القرن. أوديل يطلب يجيبوا جثة وحيد القرن المعمل عشان يعملوا فحوصات أكتر، ويزعق في الدكتور سونج لما يقول إنه مش شايف إنهم يقدروا ينتجوا علاجات زي دي بكميات كبيرة وبالسرعة دي. في السما بقى تلاقي شفق قطبي بنور بيلمع جاي ناحية البيت. إليوت ينضم للعلماء في مكانهم عشان يكملوا دراسة المخلوق، وفجأة الكل يتصدم لما يظهر وحيد قرن أسود كبير كده ويغرس قرنه في الدكتور سونج، ويسيب فتحة كبيرة قوي تخرج منها أحشائه، والكل يجروا، بس حارس تاني يا عيني دماغه تتلزق في الحيطة. وإليوت وريدلي ينجوا بعجوبة لما وحيد القرن الأسود ده بدأ يحاول يهجم عليهم. ريدلي تستخبى، وحيد القرن الأسود يلاقيها، بس يبدأ يطلع صوت موجوع وقرنه ينور. ريدلي تحاول تلمس القرن، بس شو رجالتها اللي مسلحين ويضربوا نار يخوفوها، قدروا يسيبوه، بس وحيد قرن الأسود هرب للغابة. المجموعة تتلم تاني في ضيعة ليوبولد، وديل بيجهز شو والفريق للغابة عشان يطاردوا وحيد القرن الأسود ده، وشيبارد ياخد أزازة فيها مسحوق القرن ويأمر الدكتورة تقطع قرن وحيد القرن الميت. والدكتورة عملت كده، فصلة ريدلي بالمخلوق انقطعت. عرفت بسرعة من بحثها إن وحيد القرن بيقدر يشفي نفسه، وإن اللي كانوا محتفظين بيه ما ماتش. ريدلي تدرك إن إليوت والآخرين رايحين فخ محقق، فتحاول تبعت له رسالة تحذره، بس وحيد القرن الأسود يظهر مع رفيقته، ويبدأوا في قتل المسلحين ويسحبوا للغابة لمصير مجهول. لما رجعوا يجروا للبيت، وديل حاول يقرب من وحيد القرن الذكر فاكر إنه هيسمح له يلمس القرن، طبعا طلع غلطان في حسبته، فراح وحيد القرن الأسود ذلت قرنه من تحت دقن أوديل وطلع راسه. المجموعة بتتخانق عشان يحطوا خطة، ورئيس أمن العيلة جريف يسيبهم ويطلب مساعدة ريدلي تقترح بما إن وحيد القرن الأسودين دول هم أهل وحيد القرن اللي قتلوه، يبقى أكيد عايزين ابنهم يرجع، ويطلبوا من الدكتورة تطلع جثة وحيد القرن، بس عشان ما كانش فيه قرن الأهالي يقطعوه نصين من الغيظ، ويبدأوا وحيد القرن الأبوان يقتحموا البيت ويطعنوا بليندا في كتفها. شيبارد تجيله فرصة يخلص بليندا من عذابها بضرب خزان وقود بسهم مولع، بس يغير رأيه ويسيب وحيد القرن يقطع أحشاء بليندا. إليوت غير رأيه بعد ما سمع كلام ريدلي، وحاول ياخد القرن عشان يرجعه للأهالي ويديها فرصة تهرب. ومع الصبح ريدلي حاولت تهرب، بس شيبارد مسكها، وبما إنه كان عنده رؤى هو كمان، فهو عارف إن وحيد القرن مسالم ناحية البشر اللي بيعتبروهم طيبين، عشان كده عايز يستخدمها كطعم عشان يجيبهم. وإليوت يخرج ويطعن شيبارد في أحشائه بالقرن، لكن شيبارد هو كمان يطعن إليوت، وبعدين وحيد القرن تضرب شيبارد في راسه، فجثته تطير كام متر في الهواء، وريدلي تروح لأبوها اللي بيموت وتعيط عليه،
لكن وحيد القرن يروح لإليوت وطفلهم ويستخدموا قوتهم عشان يحيوا الاتنين ويرجعوا القرن لراس الطفل. إليوت كمان يشوف رؤى زي اللي شافتها ريدلي بالظبط، لون وحيد القرن الأبوان يتحول للأبيض زي الطفل قبل ما يرجعوا البيت، وإليوت وريدلي يحضنوا بعض. وللأسف جريف يرجع مع شرطي فيشوف الجثث دي كلها ويفتكر إن إليوت وريدلي هما اللي عملوا كل ده. الاتنين اتاخدوا للاستجواب في القسم، وإليوت يحكي لريدلي اللي شافه ويجهزوا نفسهم لأي طوارئ مع بعض. وبعدين يشوفوا وحيد القرن بيجري جنب عربيات الشرطة، وإليوت ينبه ريدلي تحسبا للي هيحصل في اللحظة اللي وحيد القرن خبط فيها عربيات الشرطة دي كلها.